السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جبت لكم فيديو جميل وهيعجبكم ازاي تخلي الفطاير مورقة معاكي وجميلة جدا. انا الفيديو ده فيديو فطير محشي باللحمة. الفطيرة دي يا ولاد تنفع أكلة حلوة على الفطار، لو تنفع برضو أكلة للسحور، تنفع على غدا، تنفع فطيرة للعشاء. فطيرة جميلة جدا وتعجبكم، ممكن تعملها بحجم صغير، يعني مقاسات صغيرة، من الأكلات السهلة البسيطة اللي هتعجبك جدا. ازاي انك انت تعملي منها يعني بنفس الطريقة. ممكن أحذف حاجات منها وأعمل طريقة الفطير المشلتت وهيطلع معاك النتيجة تحفة جدا 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 ومرقة جدا. الفكرة بتاعتنا ممكن تنفع طبق من أطباق العيد الشهية للعزومات، لعزومة رمضانية أو عزومة على العيد بإذن الله. رمضان ينفع غدا ينفع عشاء. دول كوبايتين من الدقيق، هنزل عليهم بنص كوباية من المية. أنا مش هنزل بالمية كلها مرة واحدة. وبضاية شوية ملح أبيض، وهقلب المجموعة على بعضها. ممكن تستغني بالمية وحط لبن، يعني هيكون طبعا الفطيرة معاكي قيمة وأفضل. أولا الفطيرة جدا جميلة جدا جدا، ومن الفطاير هتعجبك جدا وهشة ومورقة جدا معاكي. وانا بعجن هكون حريصة ان الفطيرة ما تبقاش طرية معايا للدرجة، تبقى ماسكة نفسها، لان انا هعجنها على مراحل وما فيهاش خميرة، لكن الفطيرة حلوة قوي. طبعا انتي لو هتعملي الفطير مشلتت ممكن اعمله بنفس الطريقة، بس هستغني عن البيضة وهعمل نفس الطريقة، هيطلع مورق وجميل جدا. والله الفكرة دي أول مرة، يعني أنا كمان أبهرتني إن أنا إن شاء الله هعمل لكم الفطير مشلتت بنفس الفكرة وبنفس فكرة التوريق، هتطلع معاكي مورقة، لأنك انت بتعملي حوالي يعني 20 طبقة في الفطير بتكة سهلة جدا جدا، وما كانش تخطر على بالنا. احنا الواحد كان بيقعد واعمل لكم ميني فطير مشلتت. ان شاء الله تعجبكم، فكرة حلوة قوي. بصوا العجينة طبعا بعجن فيها لحد ما تبقى طري وحلوة. بصوا العجينة مش ماسكة في ايدي، رغم ان انا مش ضايفة لها اي نوع من الزيوت او ال فكل ما اعجن في العجينة هتبقى طرية، وانا العجينة يعني البيضة مخلياها طرية وقوامها جميل، وكمان شكلها حلو قوي. بصوا انا عايزاها بالقوام ده يا جماعة، متماسكة، مش عايزاها طرية قوي، عشان انا هخليها. بصوا انا عجنت العجينة هنا وهقسمها نصين، بس الجزء اللي انا قسمت فيه العجينة نصين ضاع مني، معلش الفيديو اتحذف. وهحطها في التلاجة. بصوا لمدة نص ساعة، ساعة الا ربع ماشي، لانك انت كل ما بتحطيها في التلاجة كل ما العجينة بيحصل لها هدوء وراحة كده، فبتقدري بعد كده تفردي فيها فردة كويسة قوي وبراحتك يعني. فالجزء اللي انا قطعت فيه العجينة نصين هو اللي ضاع مني. اقتصادية جدا. انا والله يعني اللحمة المفرومة اللي انا عاملة بيها الفطيرة او فطيرتين تقريبا دول 8 كيلو من اللحمة المفرومة، يعني فطيرة اقتصادية جدا ومش مكلفة. طبعا عملتها، عصجت اللحمة المفرومة ربع 8 كيلو اللحمة المفرومة بالبصل والفلفل، ورجعنا. تبصوا العجينة يا جماعة، بصوا القوام بتاعها، هتلاحظوا انها ناعمة جدا وبتتفرد بسهولة جدا جدا، وهوريكم الفرد بيبقى سهل ازاي وسريع جدا معاكي. مش هياخد معانا. انا بفرد طبعا اول ما فردت بالنشابة، بحط بس حبة دقيقة صغيرة خالص على وانا بفرد. العجينة سهلة وتتفرد معاكي، ده انت ممكن بس تفردها نص فردة واحاول ان انا اشدها بايدي، مش هتتقطع منك خالص لانها مخدومة كويس خالص. بصوا اما انا بفرد فيها يمكن الفطير مشلتت بيتقطع، لكن هي مش مقطوعة خالص، ناعمة وجميلة جدا جدا. احاول ان انا افردها، يعني اوسع الفردة بتاعتي. بصوا هيك كده عمالة اشد فيها ولا اتقطعت ولا اي حاجة، والله بسويها انا بالفرد كده، بشد الفطيرة. وبعد كده طبعا هروح مقطعة الفطيرة يا ولاد. التقطيعة هوريكم، بس ان انا دايما بفرد بالضرب كده، يعني مش من النوع اللي
دي اسهل طريقة، ما تقطعش معاكي الفطير وفي نفس الوقت بتخلي الفطيرة تتفرد معاكي بسهولة جدا. انا بضربها كده، بص الضربة دي هي اللي بتخلي الفطيرة تتفرد بسرعة جدا. لو هتعملي 20 فطيرة هتعمليهم في ثانية، مش هياخدوا معاكي دقيقة واحدة. بصوا هقطع الفطيرة 3 أقطاع. هاخد تقريبا القطعة الوسطانية بتبقى حوالي 20 سنتي كده، هاخدها على جنب، والجزئين التانيين أقربهم من بعض، بقربهم من بعض. واروح بعد كده، بصوا يا جماعة، طبعا أنا اللي بدهن من الداخل بالزبدة. الزبدة هتديها توريقة ولونه ومذاق حلو قوي. ممكن الحشوات هنا انا ممكن احشي بالجبن، ممكن احشي باللحمه المفرومه المعصجه، ممكن as you like يعني. الحاجه اللي انتي تشتهيها احشيها، هيطلع كله معاكي حلو، لان الفطيره حلوه جدا وناجحه جدا. طيب الجزء اللي انا اخدته هعمل بيه ايه هقول لكم دلوقتي، والجزئين دول هعمل بيهم ايه برضه اقول لكم. هنفرد الحشوه بس بتاعتنا الاول على الفطيره. نفرد اللحمه المعصجه على الفطيره. مش هقطع الاول، وهوريكم ازاي هنلفها بحيث تطلع حلوة قوي. بصوا يا جماعة، انا بعد ما فردت الحشوة بتاعتي هروح طبعا انت هنا يعني مش مكلفة اوي، عايزة تحطي عصاج اكتر من كده ولحمة مفرومة حطي، عايزة تحطي جبن على اللحمة المفرومة بحطي برضو. بص كده، وهقطع شرايح. الشريحة ما تجيش اكتر من مقطعة شرايح، الشريحة ما تجيش اكتر من 10 سنتي. همسك كل شريحة الفها لوحدها على الحشو اللي هي محشياه، واحطها في الشريحة التانية بس كده، وهكذا. بص كده عم بلف انا على طول بالحشو، مش هيطلع منك ابدا، وهيبقى حلو قوي. والزق الطرف في العجينة، وهحطه على الحشو التاني برضو، وهكذا وهكذا لحد ما كل الحشوات تخلص، واحط على باقي الحشوة والف والف والف. طيب الجزء اللي انا خدته جي وقت دلوقتي هجيبه واروح برضو دهناه بالزبدة، واروح حاطة فيه كمية العجين اللي هو محشي معايا. ويستحسن ان الجزء ده يبقى عريض شوية عشان الحشوات ما تنزلش منه، يعني ممكن انا اشده كده، وممكن في الاول اخليه اعرض من كده. بصوا كده، وهجيب العجينة بتاعتي واجي ايه الحشوات اللي انا عملتها كلها واجي لفاها. بصوا كده بهذه الطريقة. بس كده يا جماعة، كده الحشوة مش هتنزل منك ابدا. واجي طبعا سد الطرف اللي من تحت، والطرف اللي من فوق اغطيه بالعجينة بتاعتي، اشد العجينة بطرف العجينة بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين، واروح كده مخلياها حطاها في الصينية ومغطياها بورق استرتش، وحطاها في التلاجة لمدة نص ساعة تانية. مش هفرد، نص ساعة تانية. وادي حتة العجينة التانية وهكذا. بصوا هفردها بنفس الطريقة وهكذا. وبعد كده هوريكم الفطيرة. هنعمل الفطيرة التانية بنفس الطريقة. والأول أنا بفرد طبعا بفرد بالنشابة التخينة دي يا ولاد السميكة، وبعد كده بفرد بالنشابة الرفيعة. بس كده لما يتفرد شوية. ومبحطش دقيق تاني، هي العجينة أساسا ما بتلزقش ولا حاجة، قوامها حلو قوي. اتمنى لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، وياريت تكملوا الجزء الباقي، لان هو ده اللي هيدي الفطير ازاي تعملي فطيره مورقه ولونها احمر جدا جدا. اللون الاحمر ده هقول لكم تعملوا ايه عشان تطلع الفطيره حمرا وحلوه قوي. بصوا ما بحطيتش دقيق تاني، العجينه مش هتلزق منك ولا حاجه، جميله جدا وبتتفرد معاك بسهوله جدا. اتمنى لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يصلكم كل ما هو جديد ومفيد. هجيب لكم فيديو كل ما هو جديد ان شاء الله في عالم الفطائر والمعجنات. مجموعة من الفيديوهات هتعجبكم بإذن الله. واخلي حتة العجينة او الفطيرة العريضة اللي هلف بيها برضو هدهنها بالزبدة. كده تمام. الفيديو هو ده اللي هيخلي معاكي الفطيرة مورقة جدا. وبغطي طبعا، بشد العجينة بتتمط معاكي جميلة جدا، وبحطها برضو في التلاجة لمدة نص ساعة.
واغطيها طبعا عشان ما تنشفش معايا. وبرضو هناك لما كنت حاطه العجينه لمده نص ساعه برضو بغطيها. للتشحيم بصوا عندنا بيضه وحطي عليها معلقتين 3 من اللبن، او 4 ملاعق من اللبن. هو ده اللي هيخلي معاكي وش الفطير حلو قوي، ولون هيطلع معاكي اللون الاحمر الكستنائي، لون جميل جدا. ممكن عشان الزفارة بتاعة البيض ارش رشة فلفل اسود، ارش رشة فلفل بتاع دقيق بسيطة بس عشان انزل الفطيرة بتاعتي الشكل النهائي. بص بعد ما قعدت نص ساعة في التلاجة اروح افردها الاقي الدنيا سهلة جدا، والعجينة بتتفرد معايا ما بترجعش ما بتمطش. الفرد سهل جدا بايدك بس، ما بعملش اي حاجة تانية. واروح الصينية المدهونة سمنة ومرشوشة من الدقيق بحط فيها الفطيرة. شايفين الفطيرة جميلة جدا ومخدومة وحلوة قوي، وهتطلع معاكي ناجحة بإذن الله. بس كده الفطيرة، وهحطها في الصينية. وادي الصينية بتاعتنا اللي هحط فيها الفطيرة بس. وهرفع العجينة بتاعتي واحطها في الصينية، مش هتتقطع معاكي ولا حاجة. بس كده يا ولاد. وطبعا هروح وش الصينية هدهنه بالتشحيمة بتاعتي اللي هي عبارة عن ملعقتين من صفرت بيضة. صفرت البيضة عليها 3-4 ملاعق من اللبن. هو ده اللي بيخلي وش الصينية احمر كستنائي ولونه جميل جدا. هرش رشة فلفل اسود على وش الصينية في الاخر عشان ما يبتنيش زفارة. او ممكن تضربي الفلفل الاسود مع البيض واللبن. بإذن الله تعملي أحلى فطيرة في الدنيا. تنفع قلنا للفطار للسحور. تنفع. ممكن أعمل فطائر منها صغيرة للمدارس برضو. ممكن أعمل فطائر صغيرة على قد الأولاد ياخدوها معاهم في اللانش بوكس للمدارس. وأغير بقى في الحشوات، ممكن أعمل جبن، ممكن أعمل أي حاجة، شاورما. فغيروا انتوا بقى في الحشوات اللي تعملوها. ابدعوا بقى، انا وريتكم الفكره وانتوا بقى ابدعوا. الفطيره التانية بنفس الشكل فرداها اهي، وفردها برضو سهل جدا. احطها في الصينيه برضو ادهنها، وهوريكم النتيجه. ادخلها طبعا على فرن سخنه درجه 180 درجه عشان الفطيره تعلى. اللي انا حطيت هنا ما حطيتش اي مخمائر ولا اي حاجه. هوريكم الشكل النهائي للفطيره هيعجبكم جدا. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يصلكم كل ما هو جديد ومفيد. هرش طبعا رشة الفلفل الاسود بس انا نسيت احطها مع البيضة. حطيها عادي هتديكي كمان قرقشة حلوة وريحة وطعم حلو قوي. وادي الفطيرة التحفة بعد ما طلعت من الفرن. بصوا الجمال، بصوا النجاح، ناجحة جدا وحلوة جدا ومرقة جدا جدا. يا ريت تعملوها ان شاء الله تبهركم. وممكن تعملوها فطير مشلتت من غير البيضة كده انت هتعملي الفطير. في نهاية الفيديو بقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، وعادوا كل الأمة الإسلامية بخير وصحة وسعادة وسلام. وإن شاء الله رمضان القادم يبلغنا رمضان بإذن الله، لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. يبارك لكم في أولادكم وفي صحتكم في رزقكم، ويوسع من رزقكم بإذن الله. أتمنى أن النهاردة تكون الدعاء مقبول بإذن الله. ولا يسعني إلا أن أستودعكم. طبعا أنا قبل ما أنا أستودعكم في رعاية الله هقطع لكم شريحة وأوريكم التوريقة بتاعة الفطيرة حلوة قد إيه وطعمها لذيذ والله. لا يسعني طبعا. لو انت برضو كمان مش عايزة تحطي بيض على الوش الفطيرة، ممكن ادهنها بالقشطة او اللبن بس عشان ما تبقاش يعني دسمة قوي. ممكن ادهنها باللبن او القشطة برضو هتديكي نفس الاحمرار والجمال. بص التوريقة بتاعة الفطير ناجحة جدا ومرقة جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم من نار رضاكم. لو وصلتوا لحد هنا في نهاية الفيديو لا يسعني الا ان استودعكم في رعاية الله وحفظي وامني وسلامتي. ودمتم في حفظ الله وسلامتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.